يا مساء الخير، يا مساء الفل والرضا على احلى واغلى اخوات في الدنيا كلها. وحشتوني قبل اي حاجه، وحشتوني جدا. معلش، انا عارفه ان انا قصرت في حقكم وغبت عنكم كتير، ومهما كانت الاسباب فانتوا تستاهلوا اني اكون موجوده معاكم دايما. فسامحوني على التقصير ده. يعني كتير مننا ساعات بيوصل لمرحله ان هو ما بيبقاش قادر حتى يعمل الحاجه اللي بيحبها. قبل ما نبدأ كلامنا حابة أهني كل اخواتنا وحبايبنا المسيحيين بعيدهم، وبمناسبة شم النسيم طبعا بقى والفسيخ والرنجة، وعايزة أقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما متجمعين في الخير وفي أحسن حال. أنا بعتبر ال53,000 دول مش متابعين، دول أهلي وصحابي، وعشان كده أنا مش عايزة أرجع مجرد حد بيطبخ وخلاص، لأ، أنا عايزة أكون قريبة منكم بجد. المطبخ هيفضل اساس قناتنا طبعا، بس المرة دي انا اللي جاية اسألكم بقى واسمع منكم. عايزة اعرف ايه اللي شاغلكم في المطبخ. يعني اكيد كل واحدة بتدخل المطبخ عندها مشكلة في اكلة معينة، في اكلة بتخافي تعمليها او وصفة جربتيها وفشلت معاكي. مفيش مشكلة على فكرة، احنا ممكن نتناقش فيها ونحلها ونشوف ايه المشكلة. لو ميزانيتك يعني محتارة فيها ومحتارة في تظبيطها وتدبير امورها كده، ميزانية البيت دي بتبقى بايخة شوية ومعقدة حبتين، اكتبولي كل ده في الكومنتات. هحضر لكم شوية وصفات واقولها لكم اقتصادية جدا هتوفر معاكم كتير. انا عايزة فيديوهاتي الجاية تكون هي الرد على مشاكلكم ونحل كل حاجة مع بعض ببساطة ومن غير تعقيد. احنا بنتعلم من بعض وهنكبر مع بعض. مستنية بقى اشوف اسئلتكم وكلامكم اللي بيشجعني دايما، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم بيا. انا بجد محتاجة دعمكم ورأيكم عشان نرجع القناة دي تلمنا من تاني. بحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين. نتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.